إله إلا الله محمد رسول الله. الأخت ثبات تقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى السحر؟ صلاة العشاء قد اختلف العلماء في وقتها. من العلماء من قال انها تنتهي الى نصف الليل، ومنهم من يقول الى ثلث الليل الاول، وجمهور العلماء على انها تنتهي في نصف الليل، وبعض العلماء وقول ثالث في هذا الى انها تنتهي قبل اذان الفجر، وهذا جاء عن جماعه من العلماء، روايه الامام الشافعي وقال بها النووي ورجحه ابن تيميه رحمه الله، وصح ذلك عن عمر بن الخطاب كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف، وهذا الذي اميل اليه، الى ان صلاة العشاء لها وقت فضل واختيار واضطرار. أما بالنسبة للفضل فهو يؤخرها حتى هجعة الناس، وأما بالنسبة للاختيار ما لم يأتي نصف الليل، وأما بالنسبة للاضطرار فهو ما بعد نصف الليل إلى صلاة الفجر، وهذا هو وقتها الذي تصح به، والله أعلم.